بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وفي اتم صحه ان شاء الله. ان شاء الله النهارده يعني مش هقدم معاكم فيديو ولا حاجه. انا صراحه ما عملتش روتين وما صورتش النهارده، يعني الشغل في بيت النهارده صراحه ما صورتوش. انا عامله ما شاء الله، عامله ملوخيه خضراء اهيت، وما كنتش ناويه انزل فيديوهات خالص النهارده. وابو امير كان بيقول لي افتحي بس بالليل او لايف، افتحي لايف بالليل، بس انا صراحه بعد المغرب عندي مشوار، فمش ضامنه ظروفي ارجع امتى، فخفت يعني ان انا احدد ميعاد لللايف واجي متاخر واعتذر وكده، فقلت خلاص. والله كانت فكره ابو امير، يعني قال لي تعالي ايه صوري، حتى هو كان عايز يقدم الفيديو، بس صراحه رجع في كلامه التاني، مش عارفه ليه. سلم على المتابعين يا ابو امير. اهلا وسهلا. ابو امير يا جماعه ما كانش حابب انه يشتغل مذيع والله العظيم. يا بنتي ما تغلطنيش بقى. انا ساكته اهو. اهلا متابعين ام امير. بس افرجوا في الملوخيه دلوقتي. الملوخيه شغله، الملوخيه حلوه. مخيلين. بقول له الملوخيه طعمها حلو، بيقول لي طعمها ملوخيه. طب ماشي، ما انا عارفه ان هي طعمها ملوخيه يا ابني، الملوخيه طعمها حلو. لا هي طعمها ملوخيه، بس والله العظيم محبه ملوخيه ما شاء الله، يعني يستاهلوا السلام. لا شويه ملوخيه عجبه، ممتازين. والله الحمد لله. اهم حاجه اللي يسمع الفيديو يحط اللايك. الله يفتح عليك يا ابو امير، الله يفتح عليك. ما يخشش كده ويبص ويدور. حط اللايك. شجعوني شجعوها شوي. شجعوني عشان خاطر ابو امير ما يشمتش فيه. والله العظيم يا جماعه، ابو امير من اكتر الناس اللي بيشمتوا فيه، يعني فعشان خاطر النبي حطوا له اللايك وارفعوا معايا الفيديوهات. هي كانت عايزه تقفل القناه. ايوه والله. قلت لها سيبي لها فرصه، كانت عايزه تقفل. قلت لها بلاش. بالمناسبه يا جماعه، البكاكين، اخواتي وحبايبي اللي كانوا بيقولوا يعني غيري في الخبيز واعملي فطير والبكاكين والكلام ده كله، والله يعني احنا بنعمله الحاجات دي، بعملها في البيت اهيت، بس الامانه ما ساعات الظروف مش بتسمح ان انا اصور، يعني بكون مستعجله، بكون ساعات جايه من بعد الفجر على طول اشتغل فيه، ما بلاقيش حد يصورني، بحس ان انا اليوم هيخلص معايا وعايزه اخلص بسرعه وعايزه انجز، لان زي ما انتم عارفين مش بيبكي خبيز بس، زي ما انتم عارفين انا عندي مواشي وعندي طيور وبيت مفتوح. ابو امير ده لازم الاكل يتحط له، ما بيعملش حاجه لوحده، لازم نحط له فطاره. العيال طبعا برضو اليومين دول بيروحوا الدروس، يعني حتى هما دلوقتي احنا الظهر والله بنتغدى اهوت، لسه لحد دلوقتي ما جوش من الدروس، يعني ياسمين ان شاء الله كمان ساعه كده ولا حاجه، مش عارفه الساعه كام، الساعه 2 ل 10 هيت، يعني ياسمين دلوقتي، يعني ياسمين كمان ساعه كده ونلاقوها جايه، بس امير صراحه ما بيجيش دلوقتي وعنده طول اليوم دروس، فما فيش الا انا وابو امير كده اللي بنقعدوا على الغد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فحبيت برضو يعني انا اطمنكم عليا بالفيديو ده، هو طبعا حبايبي اللي مش حابين يحطوا لي اللايك للفيديو برضو مفيش اي مشاكل، انما اخواتي وحبايبي اللي متابعيني وحابين روتينات الفلاحين، يعني اتمنى ما ينسونوش باللايك، عارفه ان هم بيعملوا معايا الواجب وزياده كمان، بس انا بفكركم بس والله مش اكتر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايز تقول حاجه يا ابو امين؟ كان عايز اقول عن قفل القناه. كان عايز اقفل القناه بس ما رضيتش. صوتك واطي. ما اقدرش ازعج عن كده. ابو امير يا جماعه هادي وصوته واطي، بس طبعا ساعه ما بينفعل يعني وسعوا له، محدش يقف قدامه. انا حابه اذكر حبيبه قلبي ام فهد، ربنا يا رب يا حبيبتي يرضيك يا رب في اولادك ويجبر خاطرك يا رب، يجبر خاطر فهد ويرضيه يا رب بالذريه الصالحه عاجلا غير آجلا، اللهم امين، ويصلح حال رغد بنتك يا رب في بيتها يا رب مع زوجها واولادها، ربنا يصلح حالها يا رب ويبعد عنها كل النفوس يعني اللي ما تعرفش حاجه عن ربنا، ربنا يبعد عنها يا رب كل شر وكل مكروه،
ويهدي سرها يا رب، اللهم امين. ويعني حبيبتي حابه كده ان انا ابعت لك تحيه خاصه كده لكل كلمه طيبه بتقولها في حقي، وكلامك الراقي الرقيق الجميل اللي بتقوله لي. ربنا يا حبيبتي يا رب يرضيكي يا رب. حبايب قلبي طبعا سعاد ام ابراهيم، يا ربنا يا رب كلكم يرضيكم يا رب ويصلح حالكم. رقية، كل حبايبي اللي متابعيني، مش حابه انسى حد. عايزه ابعت رساله لام معتز. يا ام معتز رقمك اتمسح من عندي، اعملوا معروف اي حد بيتابعني ويوصل لام معتز يبلغها يا جماعه ان انا عايزه اتواصل معاها، لانها فعلا وحشاني بجد وعايزه اطمن عليها. فلو وصلتك الرساله يا ام معتز بالله عليك رن عليا عشان اسجل الرقم بتاعك، لان الرقم اللي انت كلمتيه منه والله اتمسح من عندي ومش عارفه اوصل لك. ام مطر، ام وجيه، ام محمد فرحات، كل حبايبي اللي متابعيني، ربنا يا رب يرضيكم ويجبر خواطركم. وعارفه ان انتوا ممكن تكون القناه بسيطه ولسه ما تعرفتش روتينات بسيطه وعلى قد حالها، بس عارفه اللي انتوا بتعملوه معايا ده كنوع من جبر الخواطر منكم ليا، فدي عندي حاجه كبيره. يا رب يرضيكم. ما بطلت اكل يا ابو امير؟ الملوخيه مش حلوه؟ جميل. مش حابه اطول عليكم النهارده، بس انا حبيت اخش بالفيديو دهوت لهدفين. اول هدف داخله كده ان انا اكلمكم كده واسلم عليكم واطمنكم عليا، وتاني حاجه اللهم صل على سيدنا محمد ان انتوا ما تنسونيش، يعني اكون نزلت معاكم بفيديو كده النهارده ما يكونش اليوم عدى من غير ما اكون معاكم. فحبيت كده اصور جزء بسيط كده معانا وابو امير واحنا قاعدين. طبعا ابو امير انا عارفه ان هقفل الكاميرا من هنا مش هيفصل كلام، انما قدام الكاميرا عامل زي سلفتي ام ندى اللي بتيجي برضه ساعه الخبيز، يا بنتي تكلمي كلمتين مفيش فايده. محدش يا جماعه واقف جنبي ابدا، واولهم ابو امير. فاقفوا انتوا جنبي، اعملوا معروف وشيروا لي الفيديوهات وخلوا القناه بقى تشتغل كده وتتعرف، لاني يعني بصوا انتظروا مني مفاجآت حلوه قوي لما كده الاقي نفسي ان انا بقبض كل شهر كده وفي يعني ربح وحاجات كده تشجعني. مش هكذب عليكم واقول لكم ان انا مش محتاجه، لا انا محتاجه الدعم ده برضه. ان شاء الله هقدم حاجات هتكون مفاجاه ليكم بكل المقاييس، فادعموني بقى وشيروا معايا الفيديوهات. مش عايزه ارغي معاكم اكتر من كده، انتوا عارفين ان اختكم رغايه. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جديده شيقه وممتعه ومفيده في نفس الوقت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هقوم افصل الفيديو واكمل غدا مع ابو امير. اوعى تنسى اللايك. اوعى تنسوا اللايك واللي ما اشتركش يريد يشترك.